اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد ديسير أو فلان اللي هي تحلية رمضانية باردة صحية طبيعية 100% بالفاكهة الذهبية اللي هي الكاكي، متوفرة في الأسواق بكثرة وبالأثمنة مناسبة. بما أن هذه وقتها نستغلوا الوقت ديالها ونوجدوها غنية بالمواد الغذائية، كنز من الفوائد، وفي نفس الوقت كتجي لذيذة بزاف بواحد القوام كيجي كريمي ومذاق خطير والطعم يا سلام. حضري التحلية لفطور رمضان أو سحور رمضان، بدون فلان ولا جيلاتين، بدون نشا ولا بيض، بدون حليب ولا سكر، صحية طبيعية غنية بالفيتامين والطاقة. بسم الله على بركة الله. تبعوا معايا الطريقة من الأول حتى الأخير. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا 250 غرام من القرع الأحمر أو اليقطين، قشرته وغسلته وقطعته، وغادي نوضعه في واحد الكاسرونة مع الماء وقليل من الملح وغنخليه يتسلق. المكون الأساسي اللي هو الكاكاي، غنحتاج واحد 3 أو 4 ديال الحبات. نختاروا الحبات اللي كيكونوا طايبين مزيان بحال هذا. ضروري خص الكاكي يكون طايب مزيان، هو اللي يصلح في التحلية. أما هذا اللي كيجي قاسح الصراحة كيصلح غير في العصير. التحلية ضروري خصنا نختاروا الكاكي اللي كيكون طايب مزيان، سواء كبير أو صغير أو متوسط، خصو غير يكون طايب مزيان مزيان. هذاك هو اللي يصلح في التحلية. باش نستغناو على السكر نهائيا، لان الكاكي ملي كيكون طايب مزيان كيعطي الحلاوه مزيان وكيعطي حتى هذاك الخطوريه زايده دغيا كيجمد. وبالنسبه للبرتقال ايضا نختاروا البرتقال اللي كيكون حلو، ما يكونش حامض بزاف. صافي كيف كتلاحظوا اخذت هنايا البرتقال كنقشر، خذيت واحد 3 ديال الحبات ديال البرتقال، 2 حبات متوسطين ووحده صغيره. كيف كتلاحظوا كنقشر البرتقال بعد ما غسلته مزيان. هاد التحلية الصراحة كتجي زوينة بزاف، كتجي منعشة جدا. كما قلت لكم صحية وطبيعية، بالفواكه الموسمية، والقرع فيها الفوائد أيضا. كامل هاد المكونات فيهم عديد من الفوائد. بعد ما قشرنا البرتقال ديالنا كيف كتلاحظوا خليت واحد الحبة ديال البرتقال فيها واحد طريف ديال القشرة. كيعجبني هاد القشرة ديال البرتقال، سواء في العصير أو في التحلية، كتعزز لينا هاداك النكهة ديال البرتقال. بعد ما قشرت البرتقال ديالي كيف كتشوفوا كنحيد هاداك الخيوط اللي كيكونوا بايضين وكنقطع باش يسهل علينا نطحنوه. بالنسبة لهاد البرتقالة اللي كتلاحظوا معايا باللون الغوزي، الصراحة كتعطي واحد المذاق رائع وكتعطينا حتى لوين زوين. كيف كتلاحظوا كنقطعو مزيان مزيان، كنقطع هاد القشرة باش يتسهل علينا ملي غنطحن. صافي بعد ما قطعت البرتقال كنخويه في هاد الكاس ديال الطحانة وغنطحن مع واحد الكاس ديال العصير ديال البرتقال. يمكن لكم تضيفوا كاس ديال الماء بدل عصير البرتقال. انا كنعزز بالنكهة ديال البرتقال باش التحلية ديالنا تجينا فيها الحلاوة وتجي زوينة. بعد ما طحنت هاد البرتقال صافي كنصفيه في واحد الصفاية على هاد الشكل اللي كتلاحظوا. كنصفيه مزيان مزيان حتى كتبقى لينا غير هذاك القشرة. كيف كتلاحظوا صافي كنسيب هذاك القشرة كنحيدها وكنخلي غير العصير بوحديتو. صافي كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديال العصير. صافي بعد ما طحنا البرتقال ديالنا ندوز نقطع الكاكي كيف تلاحظوا معايا. كيف كتلاحظوا معايا الكاكي طايب، الصراحة جا روعة روعة، طايب مزيان وحلو. ضروري الكاكي يكون طايب كيف كتشوفوا مهبر من الداخل.
ما فيهش هداك البذور لداخل. كاين الكاكي اللي كيكون فيه الزريعة أو البذور لداخل كنحيدوهم، وكاين الكاكي ما كيكونوش فيه لداخل البذور بحال هذا النوع. الصراحة هاد الكاكي كيجي حلو مزيان، كيتاكل غير هكا، سواء تقشروه ولا تغسلوه مزيان وتاكلوه بالقشرة ديالو، ولا نعملوه في العصير أو في التحلية. لما لا نستغلو الوقت ديالو ونستافدو من الفوائد ديالو لينا وللوليدات، لما لا. كيف كتلاحظوا بعد ما قشرنا الكاكي ديالنا كامل، صراحة جا شهوة منه، وكيف كتلاحظوا جا معسل وطايب طايب مزيان، جا بحال الزبدة. غنخويه في هاد الكاس اللي طحنت فيها العصير من قبل، عصير ديال البرتقال، وغنخوي فيه هاد الكاكي ونزيد ربع كاس من عصير ديال الحامض. انا استعملت حبة ديال الحامض كبيرة. وغادي نضيف زلافة ديال العصير ديال البرتقال اللي طحنت من قبل، ونزيد أيضا حبة ديال الموز. يمكن تزيدوا حبة تانية ديال الموز إلا بغيتو تزيدوا في الحلاوة صافي. وكنطحن هاد المكونات مزيان. كيف كتلاحظوا القرع الأحمر تسلق مزيان طاب كيف كتشوفوا. بعد ما برد غنضيفوه على هاد المكونات وغنطحن كلشي مع بعضياتو. صافي بعد ما طحنا كلشي هانتوما كتشوفوا هذا هو القوام. غنفرغ على هاد الكمية ديال العصير ديال البرتقال اللي باقي. كنفرغ وكنحرك هاد العناصر كاملين مع بعضياتهم. صافي بعد ما خلطنا كلشي هانتوما كتشوفوا. خديت الزلايف اللي غادي نوضع فيهم التحلية ديالي. كنعمر هاد الزلايف كيف كتلاحظوا. سبحان الله، هاد الفاكهة ديال الكاكي ملي كنطحنوها كتجمد غير بوحدها، كتولي على شكل ديال فلان أو التحلية، كتجي زوينة بزاف. مع القرع الأحمر حتى هو ما شاء الله كيجي خاطر مع البرتقال، ما شاء الله المكونات جد رائعين. كيف كتلاحظوا عمرت 6 ديال السلايف، والكمية اللي باقي فرغتها في هذا القالب. صراحة كمية كبيرة، كمية عائلية جدا ما شاء الله. صافي غنغطيهم ونخليهم فوق سطح العمل حتى كيتمسكوا لينا مع البرد دغيا كيتجمدوا. الا ما كانش الوقت تقدروا تدخلوهم الثلاجة واحد المدة عاد خرجوهم. صافي كيف كتلاحظوا بعد ما التحلية ديالي تماسكات تجمدوا مزيان. صافي غنحيدو هاد البلاستيكة كيف كتلاحظوا، وغادي ندوز نزين. مرحلة التزيين دائما كتبقى اختيارية، تقدروا تزينوا باش ما بغيتو. انا غادي نزين من بعد نرجع معكم. كيف كتلاحظوا كما قلت لكم مرحلة التزيين كتبقى اختيارية، تقدروا تزينوا باش ما بغيتو اللي متوفر عندكم. انا زينت بالكاكاي، شرائح ديال الكاكاي. التحلية ديالنا ديال الكاكي وزينت بالكاكاي، والشرائح ديال الموز والفراولة قطعتها صغيرة او الفريز. في الاخير درت شوية ديال مبشور ديال الشوكولات وشوية ديال البرميسيل. صافي هذا هو التزيين اللي عملت، وهذا هو الشكل النهائي ديال التحلية اللي قدمنا معكم اليوم. تحلية كتجي روعة روعة زوينة بزاف بالفواكه والقرع الأحمر، كله فوائد. شوفوا معايا القوام ديالها كيف كيجي، ما شاء الله متماسكة وكتجي جامدة. تحلية منعشة جدا، كتجي لذيذة بزاف ما تشبعوش منها. تحلية لفطور رمضان أو سحور رمضان، تحلية من أروع ما يكون، تحلية كلها فوائد كلها طاقة وحيوية. تحلية بالكاكي العجيب، حلو طبيعي 100%، كتجي لذيذة بقوام كريمي وبمذاق خطير والطعم يا سلام. شوفوا على القوام ما شاء الله. نتمنى الوصفة ديال اليوم نال الإعجاب ديالكم واستحسان ديالكم وتجربوها، فعلا كتستحق التجربة.
إلى هنا خوتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بالصحة والراحة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.